الاكل الصحي بيخسس. لما تطلب من حد او تنصحه ان هو ياكل اكل صحي هيقول لك انا مش عايز اخس. من اشهر المعتقدات الخاطئه هو ان الاكل الصحي للتخسيس. الانسان ممكن ياكل اكل صحي ويخس، ياكل اكل صحي ويتخن، ياكل اكل صحي ولا يخس ولا يتخن. الموضوع ملوش علاقه بنوع الاكل، الموضوع كله ليه علاقه بالسعرات الحراريه. اخس او اتخن ملوش علاقه الا بالسعرات الحراريه. ازاي احسب السعرات الحراريه بتاعتي واعرف انا محتاج سعرات حراريه قد ايه في اليوم، واكل قد ايه عشان اتخن، عشان اخس، او عشان اثبت وزني؟ سايبه لكم لينك الفيديو اللي بتكلم فيه عن الموضوع ده بالتفصيل. مثلا المكسرات، الشوفان، عسل النحل، تمر، دي كلها من الحاجات اللي محدش ابدا يقدر ينكر انها حاجات صحيه، لكنها برضو من الحاجات الغنيه بالسعرات الحراريه، وبالتالي لو انا اكلت منها بدون حساب كتير هتخن. كمان البروتين والخضار برضو من الحاجات اللي بتصنف انها صحيه، ولو انا اعتمدت عليها بشكل اساسي في الاكل هخس. الموضوع كله ليه علاقه بعدد السعرات الحراريه. يعني ممكن الانسان ياكل اكل مش صحي وما يتخنش وكمان يخس. طبعا مثال سمولتو في حوالي 400 سعر حراري، وجبه كامله برضو فيها 400 سعر حراري. اكتفيت بكيس المولتو كوجبه في يومي، هياها لو انا اكلت وجبه كامله فيها نفس 400 سعر حراري. بالنسبه لجسمي حسابيا هياها كيس المولتو اللي هو اصلا عباره عن سكريات وكربوهيدرات ودهون وبس، ده ما هوش خيار صحي ابدا. يعني الاكل الصحي من عدمه ملوش علاقه باكتساب الوزن او خسارته. اكتساب الوزن او خسارته متعلق بعدد السعرات الحراريه اللي انا باكلها. طب ما دام هياها من حيث السعرات الحراريه، انا ليه قلت ان مش خيار صحي ابدا ان اعتمد في اكلي بس على الدهون والكربوهيدرات؟ او السؤال بصيغه تانية، ايه هو الاكل الصحي وليه لازم اكله؟ باختصار شديد، الاكل الصحي هو الاكل اللي هيفيدني ومش هيضرني، بس كده. اول حاجه هيفيدني يعني هيديني العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها. جسمي عشان يعمل اي وظيفه حيويه محتاج عناصر غذائيه، محتاج فيتامينات، محتاج معادن، محتاج بروتين، محتاج برضو كربوهيدرات ولكن بنسب معينه. طيب انا كانسان هحس بايه لما اكل اكل صحي؟ هيأثر على حياتي ازاي؟ اولا في امراض كتيره جدا مرتبطه بعدم الاكل الصحي، زي مثلا الانيميا. ثانيا هينعكس على نشاطي، هينعكس على شعري وعلى بشرتي. طيب ايه هي المشاكل الصحيه اللي ممكن تنتج من سوء التغذيه؟ ما هو عدم اكل الصحي اسمه سوء تغذيه. اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل قبل كده، وسايبه لينك الفيديو اللي انا متكلمه فيه عن الموضوع ده بالتفصيل لو حابين تشوفوا. تاني نقطه، مش هيضرني الاكل اللي معتمد بس على الكربوهيدرات والدهون، وبالذات الدهون الغير صحيه في سعرات حراريه اكتر، لان الدهون والكربوهيدرات من الحاجات اللي فيها سعرات حراريه اكتر. سعرات حراريه زياده يعني زياده في الوزن، ولكن مش دي النقطه اللي انا بتكلم فيها خالص. دهون وكربوهيدرات زياده يعني زياده مقاومه الانسولين، يعني ممكن يؤدي لمرض السكر، يعني زياده في ضغط الدم، يعني دهون دم زياده. تراكم الدهون الزياده دي على الاوعيه الدمويه ده بيؤدي لانسداد وضيق الاوعيه الدمويه، واللي ممكن يؤدي لعوارض خطيره جدا، اهمها هو الجلطات وتصلب الشرايين، واللي ممكن مع الوقت يؤدي لفشل عضله القلب او فشل القلب. طبعا مش بيحصل من يوم وليله، عشان انا اكيد حد دلوقتي هيقول انا اعرف حد او انا شخصيا باكل كل حاجه غلط في الحياه وصحتي زي الفل. ده بيحصل بالتراكم مع الزمن. ده غير طبعا الاكل الغير صحي بيفتقر الى العناصر الغذائيه اللي الجسم محتاجها، والعناصر دي الجسم محتاجها للعمليات الحيويه اللي بيقوم بيها كلها، فممكن يؤدي لامراض كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا. مش هبالغ لو اقول الشخص اللي بياكل اكل غير صحي ومعتمد بشكل اساسي على الاكل اللي مش صحي، الشخص ده بينتحر بالبطيء. الكل لازم ياكل اكل صحي، سواء عايز يتخن، عايز يخس، مش عايز يتخن ولا يخس. الاكل الصحي ملوش علاقه بفقدان الوزن او اكتسابه، ليه علاقه بصحة. في النهايه لو عجبك الفيديو يا ريت لو تشاركوا مع اي حد محتاجه، وتسيب لنا في التعليقات اي حاجه حابب نتكلم عنها او اي سؤال، انا بجاوب على كل الاسئله. وتعمل اشتراك في القناه عشان هتلاقي فيديوهات بتتكلم عن المشاكل الصحيه والمشاكل النفسيه والمشاكل التجميليه.